وأهلا أهلا بوصفة جديدة من وصفاتي معكم. راح نسوي عشاش المكرونة مع كفتة الدجاج. يلا مع بعض نبدأ. الخطوة الأولى راح نتبل الدجاج المفروم. عندي هنا كمية من صدور الدجاج فرمتها صارت ناعمة. راح أضيف لها شوية ثوم مهروس، وعندي هنا بصلة متوسطة مبشورة، وعندي هنا شوية بقدونس وشوية كزبرة مع حقتي اللي هي ملح، فلفل أسود وبابريكا ورشة كزبرة ورشة كمون. ومثل ما أعيد وأكرر دائما، الدجاج اللحوم أيا كان ما ينفع بالملعقة، لازم باليد، بحيث إن كل المكونات المقادير تتداخل. ضبطنا الملح وزناه، والآن راح نكور الكفتة إلى كور على حسب الحجم اللي انتي ترغبينه. تركت الكفتة على جنب. نجي هنا راح نصلح الصوص. إضافة بسيطة زيت زيتون، وعليها الثوم المهروس. تحمر عندي الثوم انتم شايفين. الآن راح أضيف له، عندي هنا ملعقة كبيرة، ملعقتين على حسب الكمية، من معجون الفليفلة المشوية. آخر إضافة بتكون عصير الطماطم، وكذا أهدي النار وأغطيها وأخليها تتسبك. نضيف كور الكفتة المقلاة فيها شوية زيت بس تتحمر من كل جهة. الآن بالصينية أو الصواني اللي بتدخل الفرن راح نضيف، عندي هنا لفائف الفتشيني المكرونة، راح نضيفها بهالشكل. اللي نبي نسويه الآن، عندي هنا الفتشيني مثل ما انتم شايفين بالصينية اللي بتدخل الفرن، وعندي كور الكفتة برصها بهالشكل. الصوص حقنا تسبك وصار جاهز. الآن ريحة الصوص مع ريحة الكفتة تبارك الرحمن، بسويها بهالشكل، لأن الصوص هو اللي بتستوي عليه كور المكرونة. الحين عندي إكسترا من جبن الموزاريلا وجبن الشيدر على الصينيتين وعلى الفرن.